الا تنحلم فيقوني، الا كنحلم فيقوني، نفيق صاحبي في هذه ليله القدر المباركه بتاريخ اليوم 3 17 مارس 2026 من الموقع ديال الكاف. كما كتشوفوا كاف اونلاين بوان كوم، هذا الموقع ديال الاتحاد الافريقي. لاستئناف التابع للاتحاد الافريقي، قرر مجلس كرة القدم انه تطبيقا للماده 84 من لوائح كاس الافريقيه تم اعلان خساره المنتخب السنغالي للمباراه النهائيه من كاس الافريقيه المغرب 2025، حيث تم تسجيل نتيجه المباراه ب 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكره القدم. والاخوان لا ادينا كاس افريقيا ادينا كاس الاخوان. والله ما متيق، عرفتي كنشوف ما بغيتش ننشر الخبر، ما بندير والو حتى نتيقن 100%. وبصح كنلقى الجرائد الكبيره في المغرب كلهم دايرين الخبر، بعض المؤثرين حتى هما كاتبينها. ما يمكنش، انا والله ما متيقتش انا هذا الشيء. يعني قررت لجنه الاستئناف التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اليوم انه تطبيقا للماده 84 من اللوائح ديال كاس الاتحاد الافريقي تم اعلان خساره المنتخب السنغالي للمباراه النهائيه من كاس الافريقيه المغرب 2025، حيث تم تسجيل نتيجه المباراه بنتيجه 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكره القدم. فيما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الافريقي لكره القدم بشان تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولات كاس الافريقيه، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحكام التالية. تم إعلان قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم من حيث الشكل، وتم تأييد الاستئناف. تم إلغاء قرار مجلس الانضباط التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما خلص مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن سلوك فريق السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و 84 من لوائح كأس الأفريقية. قبل احتجاج مقدم من الاتحاد الملكي لكرة القدم، تم الإعلان أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم من خلال سلوك فريقه انتهاك المادة 82 من لوائح كأس الأفريقية. يعني بلا ما نبقاو نقراو في هذا الشيء كامل، يعني حتى ديك العقوبات اللي كانت مفروضة على اللاعبين ديالنا غادي تحيد ديك العقوبات. والله الاخواني ما صدقت انا هذا الخبر، بالله بغي براه خبر صحيح ومن الموقع الرسمي ديال الاتحاد الافريقي.